السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة حبيت أوريكم كده أهم المحاصيل الشتوية في مصر. طبعا محاصيل كتير، سواء محاصيل أو خضروات أو أشجار وموالح وحاجات من دي. بس طبعا اللي موجود معانا هنا القمح، طبعا من أهم المحاصيل. آه، ده قمح طبعا لسه صغير، تقريبا عمر 23 يوم بالظبط يعني. ده كل ده قمح. طبعا من اهم المحاصيل الدقيق والمكرونة وكل حاجة. القمح، في البصل اللي جاي ده، البصل احنا كده في القمح لسه. طبعا الهواء هنا جميل، لا في تلوث ولا في اي حاجة، هواء صافي نقي. هنا روقان، هنا راحة بال يعني. الصراحة تيجي تقعد هنا تنسى اي حاجة. ده البصل برضو لسه في بدايته، لسه مزروع تقريبا 20 يوم. شايفين البصل؟ الشمس بقى، المشكلة في الشمس، مش عارف الصورة واضحة ولا لأ. بيبقى شتلات صغيرة زي دي كده، زي ما انت شايف، وبتتشتل، تيجي عمال أو أنفار يشتلوها. كل ده بصل، ده لسه كده عمر 20 يوم تقريبا، أو ممكن أقل كمان. يعني هو شتلة كده صغيرة زي ما انت شايفها كده. بعد كده بقى بطلع ايه؟ البصلة تبقى تحت هنا، البصلة الكبيرة اللي بتشوفها بقى. ده بصل. واللي جاي ده طبعا البرسيم، كله أكل المواشي. أهم حاجة في الشتاء البرسيم للمواشي والحيوانات عامة يعني. طبعا في الصيف بيتجفف ويبقى دريس، يستخدموه برضو، بيخش في الأعلاف. ده بلدي، ده برسيم بلدي. طبعا في الحجازي وليه أنواع تانية يعني. برضو ده البرسيم، برضو من المحاصيل الجميلة، المحاصيل اللي هي أنا بحبها على المستوى الشخصي يعني. تحب تشوف شكلها كده في الهوا، شكلها جميل وفلوسها حلو. اه يعني كل شهر تلاقي جايلك فلوس، كل شهر تلاقي بتبيع البطن دي. يعني دي خلاص على وش الحش، بتحش تقريبا، بتجيب 5 بطون يعني، ممكن 5 ممكن 6. دي كده على وش حش يعني، المفروض تتحش. وبعد كده بتطلع ايه؟ التانية. انما مثلا زرعة البصل دي تفضل تصرف عليها 5 شهور لحد ما تضمها، ما تحصدها يعني، وتبيع بقى الايه المحصول. القمح نفس الكلام، تقعد تصرف عليه 5 شهور او اكتر كمان لحد ما تحصده. شايفين القمح من بعيد؟ ده منظر القمح. وده البصل والبرسيم. انما البرسيم احلى حاجه فيه فلوسه، تعتبر كل شهر، كل 30 يوم تلاقي فيه فلوس. طبعا في البطاطس، في الخضروات، في حاجات كتير انواع تانية، بس اللي موجود عندي دول قلت افرجكم عليهم تشوفوا شكلهم. كل ده خضرة، كل ده خضرة. شايفين البيوت بعيد قوي هناك ازاي؟ وهوا بقى، كل ده هوا. وده طبعا صوت مكنة ري. اول فيديو اعمله بصوتي في الارض يعني. كنت دايما بصور فيديوهات كده من غير صوت. شوف لو حد، لو حابين الموضوع او كده. طبعا انا مش خبير زراعي عشان اقعد اشرح بقى المعاملات الزراعية والحاجات دي، عارفينها يعني بس مش حافظها، او اللي احنا
نعالجها او نقول ادويه وامراض وحاجات من دي. يا ريت كان عندي الخبره دي اكتر يعني، الى حد ما فاهم، بس مش بال شايفين البرسيم؟ استنوا هوريكم ايه، في كرومب، هوريكم الكرومب. شايفين البرسيم وجماله؟ وده البصل. تخيل بقى الشتله الصغيره دي اللي بيطلع منها البصله اللي بتجيلنا. طبعا دي بقى حاجات ايه، حشائش وحاجات من دي. برضو ساعات حاجات منها بتتزرع تأكل منها المواشي. ده اسمه عندنا اسمه علف فيل، في ناس تانية ممكن تسميه أسامي تانية. ودي حشيش بقى ونجيل وحاجات من دي. سبحان الله، الشتلة الصغيرة دي هي اللي تطلع البصلة الكبيرة اللي بتجيلنا. استنى هوريكم الكرنب ونقفل الفيديو، وهوريكم شكل البرسيم بعد الحش. في برسيم هناك في حش، شوف بقى بيتحش ازاي ويرجع يطلع تاني زي ما كان. ده خس الصغير ده، خس ده. شوفوا وريناكم كده، دي رابع حاجة نوريها لكم. ده خس لسه صغير طبعا برضو اهو. ده خس طبعا، هما زارعينه كده على الجسر يعني، مش ايه، مش محصول اساسي يعني، زارعينه بس حاجة كده كده تطلع يعني. وده كرومب، ده الكرومب. شوف دي برضو، دي الكرومباية الصغيرة لسه صغيرة، اللي بتطلع تبقى الكرومباية الكبيرة اللي بنعمل منها أحلى محشي. طبعا أحلى محشي محشي الكرومب الصراحة. وده القمح. شوف القمح من قريب تشوفه خفيف، وتشوف ايه، تشوفه اكنه خفيف يعني مش كويس، انما هو من بعيد تشوفه ايه، تشوفه مظبوط يعني، اللي هو كله اخضر اهو. طبعا كل ما بيكبر يوم عن يوم بيعلى يعني. شايف الشجرة اصلا او النباتة لسه صغيرة قد ايه، قد صبعي، قد صبعي بالظبط. كل ما بيكبر كل ما بيعلى، كل ما خلاص ما بتشوفش التربة بقى. ده لسه 23 يوم، كل يوم عن يوم بيزيد وبيفرع ويخلف كمان خلف كمان جنبه يملى الارض. هذا الكرنب. قبل ما نقفل الفيديو جماعة، الناس اللي بتتفرج على الفيديو، الناس اللي هتتفرج على الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. لو عجبكم الفيديو ممكن نعمل لكم فيديوهات من دي تانية، ولو طلبت برضو ممكن افكار في الزراعة او كده ممكن نتكلم في حاجات يعني اسمدة وكيماوي ورش وحاجات من دي ممكن نصورها. كده منظر القمح من بعيد، شايف الجزء القريب مننا يبان خفيف، الجزء البعيد يبان اخضر كله. وده طبعا حمام. شوف الحمام قد ايه، مش عارف باين في الفيديو ولا لا، باين اهو. ده حمام بقى ايه في الارض، بينزل ياكل ايه الحبوب اللي ما طلعتش يعني او كده. اهو ده البرسيم بقى بعد الايه، بعد الحش. هنا مستويات اهو يعني، ده لسه محشوش من يومين بالظبط. شايفين البرسيم كده اتحش، وده لسه ما اتحشش اهو. ده المحشوش بيطلع تاني اهو صغير اتحش اهو، كل ده صغير طالع، وده الكبير اهو اللي لسه بيتحش. وبرضه هنا مستويات. مش عارف بقى الفيديو هيعجبكم ولا يبقى دمه تقيل، بس تجربة. نخل صغير اهو، اهو يعني مثلا ده بقاله عمر اسبوع مثلا، ده اطول شوية من اللي هناك. استنوا بالمرة قبل ما نقفل الفيديو، عارف الفيديو طول،
مش عارف حد هيشوفه اصلا ولا لا. نكمل اوريكم الموز. طبعا الموز ده مش برضه مش زرعة اساسية هنا يعني، او زارعينه كده، احنا زارعينه اصلا يعمل ظل بس على مكنة الري. ف بيطرح يعني، بيطرح وبناكل منه برضه اهو. شايفين الموز بس الشمس معاكسة. بس هو بقى كتير يعني، هو المشكلة دي مكنة الري اهي، احنا زارعينه بقى يعمل ظل عليه. كانوا هما 3 شجرات طلعوا 500. بس بيطرح اهو، بيطرح وبناكل منه بصراحة يعني جميل. بس دي ممكن تكون لسه ايه، لسه في الاول برضه، ده لسه طارح. هو المفروض الخلف دي غلط يعني، المفروض تتنقل متبقاش بالكمية دي. ده برضه موز لسه طالع خالص. دي اسمها قلة، تقعد تفتح ورقة بورقة كده وتطلع ايه الصوابع. جميل برضه، واضح، يا رب يكون واضح. ودي اكبر شوية من اللي هناك، لما الف الناحية التانية عشان الشمس اهو. دي اكبر شوية من دي اكبر. دي جابت 3 ادوار ودي لسه دورين. ومشيت لكم في البرسيم عشان اصور لكم. بس هيطلع تاني، بيقوم تاني يعني، بيقف ما بينامش. موز اهو.